قصة موسى عليه السلام الجزء العاشر. قلنا المرة اللي فاتت إن بني إسرائيل دخلوا في التيه، وفي التيه ده حصلت أحداث كتيرة، كان منها قصة قارون اللي قلناها المرة اللي فاتت. والنهاردة هنتكلم عن قصة البقرة. كان في بني إسرائيل راجل غني ما كانش عنده أبناء، لكن كان ليه قريب. لو الراجل الغني ده مات كان القريب ده هيورثه، فما قدرش يصبر لحد ما الراجل يموت لوحده، فراح قتله ورماه على الطريق. الناس صحيوا الصبح لقوا واحد مقتول على الطريق، وجه قريبه القاتل ده وقعد يصوت ويندب عليه، قال يعني كأنه اتفاجئ، وعلى رأي المثل يقتل القتيل ويمشي في جنازته. فبدأ الناس كل واحد فيهم ينفي التهمة عن نفسه ويرمي بيها غيره، وحصل نزاع في الأمر. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فالقاتل قال لموسى عليه السلام: مفيش حد هيقول لينا مين اللي قتله غيرك يا نبي الله. يعني مش بس قتل، ومش بس بيقتل القتيل ويمشي في جنازته ويمثل على الناس البراءة، لا ده كمان بكل بجاحة رايح لموسى عليه السلام اللي بيجيله الوحي من ربنا عالم الغيب والشهادة، يسأله مين اللي قتل قريبه. يعني بيحاول يسبق الحكاية أكتر. قال يعني هو بريء لدرجة إنه مصمم ياخد بكل الأسباب لكشف القاتل. وده معناه إنهم فعلا عارفين إن موسى عليه السلام نبي، لكنهم مستهزئين بيه وقلوبهم فيها شك في الإيمان دايما ومليانة ريبة ومرض. فبنو إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: صح، مش أنت نبي؟ ادعي ربك واسأله مين قتلنا. فدعا موسى عليه السلام ربنا عز وجل يكشف القاتل، فربنا أوحى ليه إنه يؤمر بني إسرائيل إنهم يذبحوا بقرة، فاستهزأوا بيه وبطلبوا. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. بيقولوا له بقى احنا بنقول لك مين قتل القتيل تقوم انت تقول لينا اذبحوا بقرة؟ انت بتهزر. فموسى عليه السلام قال لهم: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني هو انتم جربتم علي قبل كده كذب على الله عز وجل أو استهزاء بيكم أو بأي حد من الناس؟ أنا بقالي كام سنة عايش معاكم، هل حصل مني أي حاجة من دي قبل كده؟ فقعدوا يجادلوه ويصعبوا الموضوع أكتر. طيب ما تقول مين قتلنا؟ فموسى عليه السلام ما زودش معاهم في الكلام أكتر من إنه كرر عليهم الأمر الإلهي: اذبحوا بقرة. طيب هنا سؤال: اشمعنى بقرة؟ ليه مش خروف ولا شاه ولا أي حيوان تاني؟ السبب في كده لأنهم عبدوا العجل، فربنا طول الوقت بيربيهم على ترك عبادة العجل، وبيعلمهم إنهم ينزعوا تقديسه تماما من قلوبهم. كملوا جدال وعناد مع موسى وأسئلة فارغة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اسأل ربك البقرة دي عاملة ازاي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني دوروا عن بقرة متوسطة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، وانجزوا واعملوا اللي ربنا أمركم بيه بسرعة من غير تأجيل. برضو قعدوا يجادلوا ويضيعوا في الوقت مع إن الطلب واضح وربنا سهل عليهم من البداية من غير شروط. فقالوا له تاني: طيب اسألوا كده لونها ايه؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. فقال لهم لونها أصفر، بس مش أصفر عادي سهل تلاقوه، لا أصفر فاقع ويكون شكله حلو، مش أصفر يوجع العين ويبقى شكله وحش. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقت العملية أصعب، شددوا على أنفسهم فشدد عليهم.
طيب هل سمعوا الكلام بقى وفهموا واعتبروا؟ قالوا لموسى خلي ربك يا موسى يوضح لينا صفاتها أكتر، لأن البقر اللي بالصفات دي كتيرة ومش هنقدر نميز البقرة المطلوبة من بينهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فقال لهم دي بقرة مدللة، متدلعة يعني لا بتروح حقل تحرس ولا حتى بتسقي الزرع، ومش بس كده، لا، ما يكونش فيها عيب. فيما معنى الكلام شوفوا بقى هتلاقوها ازاي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. وطبعا كل ده نتيجة التشدد زي ما قلنا، ربنا كان ميسرها عليهم، لكن هم قعدوا يشددوا على نفسهم. بني إسرائيل بعد ما سمعوا الوصف الأخير قالوا بس انت كده جبت الوصف المطلوب زي ما احنا عاوزين. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. سوء أدب متواصل مع موسى عليه السلام ومع طريقة استقبالهم لأوامر ربنا. واخدين بالكم من الفرق بين موسى عليه السلام وبينهم؟ قعدوا يدوروا على بقرة بالمواصفات دي، مش لاقيين أبدا، لحد ما لقوها عند ست عجوزة عندها يتامى. فلما عرفت إن بني إسرائيل محتاجين البقرة بشدة مرضتش تبيعها إلا بوزنها ذهب. فرجعوا لموسى عليه السلام وقالوا له الخبر، فقال لهم فضلتوا تشددوا على نفسكم وربنا كان مخفف عنكم، خلاص قضي الأمر، ادوها اللي تطلبوا. وفعلا اشتروا البقرة بوزنها ذهب وذبحوا البقرة أخيرا، وأخدوا جزء من البقرة وضربوا بيه القتيل. فقام القتيل من موته وقال عن اسم الشخص اللي قتله اللي هو قريبه. وبني إسرائيل مندهشين ازاي الراجل طلع لئيم ومخادع بالشكل ده، ومذهولين من معجزة إحياء الموتى اللي شافوها قدام عينيهم، وحصلت بمجرد ضرب القتيل بجزء من حيوان مذبوح. آيات ورا آيات لبني إسرائيل تدل على صدق ما جاء به موسى وضرورة طاعته. وفي النهاية أخذوا القاتل وقتلوه قصاصا للقتيل. في يوم من الأيام كان موسى مجتمع مع بني إسرائيل بيكلمهم عن ربنا وبيوعظهم، لحد ما الناس قلوبها اتأثرت وعيطوا من شدة التأثر بكلام موسى عليه السلام. فواحد من بني إسرائيل سأل موسى عليه السلام هل في أحد في الأرض من هو أعلم منك؟ فموسى عليه السلام على حسب علمه رد وقال لا مفيش. فربنا عتب عليه إنه مرجعش ليه في السؤال الغيبي ده اللي ما يعرفش إجابته غير ربنا، وكان لازم يقول الله أعلم. قال له ربنا عز وجل إن فعلا في عبد صالح مؤمن هو أعلم منك. فموسى عليه السلام مع إنه نبي مرسل ومن أولي العزم من الرسل، إلا إنه قال لربنا إنه عايز يروح يقابل العبد ده واللي عنده علم مش عنده هو، عشان يتعلم منه ويزداد حكمة وبصيرة. فربنا استجاب لطلبه وقال له إن في مكان اسمه مجمع البحرين هتلاقي العبد الصالح ده موجود هناك عنده. ولأن موسى عليه السلام ما يعرفش المكان ده، فربنا أمره ياخد معاه سمكة ميتة مملحة عشان ما تعفنش، وأمره إنه يحطها في جراب زي شنطة. لما يوصل للمكان المحدد هيلاقي السمكة دي رجعت فيها الروح تاني ونزلت المية، وساعتها لما يشوف العلامة دي يبقى هو ده مكان اللقاء. أخد موسى عليه السلام في الرحلة دي غلام من غلمانه اسمه يوشع ابن نون، وفهمه السبب في الرحلة دي. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة،
يعني همشي لحد ما ألاقي مجمع البحرين، يا إما هفضل ماشي زمن طويل لحد ما ألاقي العبد الصالح. وخرجوا في الرحلة دي، فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا عند مجمع البحرين، وهو في وقتنا الحاضر نقطة التقاء خليج العقبة وخليج السويس بجنوب سيناء. لما وصلوا، موسى عليه السلام نام في حين إن يوشع بن نون كان صاحي، فشاف الجراب بيتحرك ولقى السمكة طلعت منه ونزلت في المية وفضلت واقفة ما بتتحركش. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. سمكة ميتة مملحة فجأة تنط من الجراب وتتحرك وتسبح في المية. يوشع كان ناوي يحكي لموسى أول ما يصحى، لكن لما صحي موسى عليه السلام نسي يوشع إنه يقوله اللي حصل، ومشوا هما الاتنين وكملوا الطريق. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يعني فجأة موسى عليه السلام وهو ماشي مع فتاه حس بالتعب والجوع، وهو ما كانش حاسس بتعب طول الطريق اللي قبل النوم، لكن حس بتعب فجأة. فقال لغلامه يوشع هات الغدا بتاعنا، احنا تعبنا في السفر الأخير ده ومحتاجين نتقوى على باقي الطريق. هنا افتكر يوشع اللي حصل مع السمكة وحكى لموسى عليه السلام. قال إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. يعني أنا افتكرت دلوقتي، وإنت لما نمت عند الصخرة حصل كذا وكذا، والشيطان نساني أقولك إزاي السمكة دي فعلا صحيت رغم موتها ونطت في البحر بشكل عجيب. فقال موسى عليه السلام قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. يعني هو ده المكان اللي احنا عايزينه، اللي ربنا عز وجل قال لي إن دي علامته. ورجعوا تاني من نفس الطريق متبعين آثار رجليهم لنفس النقطة. موسى عليه السلام لف ورجع للمكان اللي كانوا فيه، لقوا واحد قاعد في الأرض. لما قام الراجل ده الأرض اهتزت وتحول المكان اللي كان واقف فيه لأرض خضرة، فكان ده العبد الصالح اللي ربنا قال لموسى عليه. قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العبد ده كان اسمه الخضر. موسى عليه السلام سلم عليه، فالخضر استغرب من السلام لأن مفيش حد في المنطقة دي بيقول السلام. فسأله انت مين؟ قال له أنا موسى. فالخضر قال له موسى بني إسرائيل؟ فموسى عليه السلام قال له نعم. فالخضر استغرب، موسى بني إسرائيل عايز مني ايه؟ فموسى عليه السلام قال له أنا عرفت من ربي إن عندك علم مش عندي، فأنا عايز أتعلم العلم اللي عندك ده، لكن أنا عايز العلم اللي ينفعني ويكون من أسباب الحكمة والرشد. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمنا مما علمت رشدا؟ فالخضر قال له إن ربنا أعطاك علم مش عندي وأعطاني علم مش عندك، والعلم اللي عندي أنت مش هتصبر عليه ولا هتقدر تستحمله. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فموسى عليه السلام قال له إن شاء الله هكون صابر وهسمع كلامك. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما الخضر شاف إصرار موسى عليه السلام وافق إنه يتبعه، لكن بشرط. قال له لو هتتبعني ما تسألنيش عن أي حاجة نهائي إلا لو أنا اللي قلت لك شرحها وتفسيرها. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فموسى عليه السلام وافق، وبدأت رحلة موسى عليه السلام والخضر. كان الخضر عايز يعدي الناحية التانية من البحر، فكان فيه سفينة لمساكين بيشتغلوا عليها. فلما شافوا الخضر وكانوا عارفينه
مرضيوش ياخدوا منه أي أجرة، وركبوه هو وموسى عليه السلام في السفينة ببلاش. لما ركبوا السفينة نزل الخضر أسفل السفينة وأخد فاس وخرج لوح من السفينة، وموسى عليه السلام شايفه مذهول ومستغرب، فقال له: انت خرجت السفينة عشان تغرق الناس؟ يعني هو ده جزائهم عشان ركبونا معاهم من غير أجرة؟ هو ده رد الجميل؟ قال: أخرجتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. ده موسى يا جماعة ما يقدرش يشوف الغلط ولا الظلم ويسكت، فغلبته عادته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفضه للسكوت عن الظلم. فالخضر بص ليه وقال له: مش قلتلك إنك مش هتقدر تستحمل الصبر على عدم تفسير الحكمة؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فافتكر موسى عليه السلام الشرط اللي كان بينهم وقال له: معلش المرة دي نسيت. فسامحه الخضر. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. نزلوا من السفينة وكملوا الطريق ومشيوا لحد ما هم ماشيين شافوا أطفال بيلعبوا، فراح الخضر وأخد واحد منهم وراح قتله. يقال إنه ضرب راسه بالجدار فقتله، ويقال إنه ضرب راسه بحجر. موسى عليه السلام اتصدم وقال له: انت قتلت نفس بريئة من غير ذنب ولا حتى قصاص، ده انت عملت منكر عظيم جدا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فهنا الخضر أكد عليه تاني وقال له: مش أنا قلتلك إنك مش هتقدر تصبر؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ موسى عليه السلام هيقول إيه المرة دي؟ مش هيقدر يقول له عديها دي كمان. حياءه عالي ومرؤته وأخلاقه أعظم من حبه الشديد لطلب العلم، وفعلا الأخلاق أهم في الأولوية من العلم. فموسى قال له عشان ينصفه من نفسه: لو سألتك عن حاجة تانية خلاص ما تصاحبنيش وكل واحد يروح لطريقه. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يا ترى موسى عليه السلام التزم بوعده للخضر ولا ما قدرش يستحمل وخالف الشرط مرة تانية؟ ده اللي هنعرفه المرة الجاية إن شاء الله.